نحن الآن خلفي يعني نقول رواق أو معرض الدولة القطرية، بنرحب بهم بالأصالة عن نفسي، ولكن دعوني الأول أبدي كل يعني تضامني مع السيد عبد الصمد ناصر، الإنسان قبل أن يكون الصحفي البارع الجميل. ما جرى له للأسف من جزيرة قطر التي ترفع شعار الرأي والرأي الآخر، وإذ بها تتفاجأ أو نتفاجأ بها بفصل تعسفي لأحد قادة وأحد أعمدة قناة الجزيرة، وأيضا الصحفي الذي كنا نشم في حروفه في كلماته في إلقائه الإنسانية والثقافة والثقة، ومن ثم كان القرار بمثابة صدمة لنا جميعا. رجل يدافع عن وطاياه القومية، رجل يدافع عن عرض المغربيات، ملايين من المغربيات أهينوا مما جرى من أحد وسائل الإعلام الرسمية للأسف من الدولة الجار. ومن ثم حينما أعطي وأخذ حق الرد في تويتر كان له للأسف هذا الجزاء، وهو الفصل التعسفي. ومن ثم أتضامن كمواطن بصرف النظر عن أن إعلامي، أتضامن مع السيد عبد الصمد ناصر قلبا وقالبا، وأشكره. دخل كبيرا وأيضا خرج كبيرا، ونال احترام الملايين، ليس في المغرب فحسب بل كل شعوب الساعية والداعية للحرية في أوطاننا العربية والأمازيغية، وكل مكان يقدر قيمة الحرية وأيضا الحفاظ على الأعراض. مرة تانية بالأصالة عن نفسي أشكر السيد عبد الصمد ناصر، وإن شاء الله تعالى مكانه في القلب زاد أكثر قيمة. دمتم في أمان الله. رزق المدني إعلامي مصري ونشط على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا يا فندم.